باشمهندس شادي، يا هلا. مساء الفل. مساء الجمال. كنا عايزين نسألك عن طبيعة العلاقة بين مهندس الديكور وبين السيناريو أو السيناريست. طيب مبدئيا كده تدي لها واحد سبيرو شكرا. مصري محلي. أحلى حاجة. ماشي. طيب بص، خلينا نتكلم بشكل عملي. اولا احنا اي عمل فني بيبدا من السيناريو، واحنا دايما لما بنفكر او نمسك السكريبت بنحاول نحلل الشخصيات الموجوده داخل السيناريو عشان نقدر نعمل تصميم يلائم البعد الدرامي او البعد النفسي للشخصيات. انا اول حاجه بعتمد عليها في التحليل الشخصيه تاريخها، طبيعتها، اهدافها، دول بيبقوا مهمين جدا. كمان عندي الزمان والمكان مهمين جدا، فانا باخد كل العناصر دي وابتدي اشوفها وابتدي ارجع لطبيعه كل شخصيه. بقعد برضه مع السيناريست علشان اعرف رؤيته للموضوع، وكمان المخرج، واعرف برضه رؤيه المخرج وابعاده اللي هو عايز يحددها وازاي يقدر يظهر الشخصيه، لان احنا ممكن نختزل حاجات كتيره من تاريخ الشخصيه من خلال العناصر الاكسسوار اللي ممكن نحطها ونبين فيها تاريخ الشخصيه دي. وده بيبقى فرصه حلوه ان انت تبدا العمل الفني بشكل اسرع. يعني مثال، لو انت عايز تبتدي مع البطل مثلا الشخصيه من عمر ال 30 سنه، انت ما تعرفش ما هو قبل ال 30. انا بحاول ان انا احط ده من خلال العناصر الموجوده اللي اعمل لك فيها اختصار لحياته قبل ال 30 سنه دي، سواء هو او اسرته او اللي هو المكان اللي عايش فيه. بيبتدي من خلال بقى التحاليل دي نبتدي نحدد طبيعه كل شخصيه، وهل هنبني لها ديكور ولا لا او منظر سينمائي، وبنحدد الفتره الزمنيه اللي هو موجود فيها او بيظهر خلال السكريبت. في اوقات بيبقى في بعض المناظر السينمائيه بتبقى ممكن تكون مدتها اقل، ولكن التكوين او المكان نفسه مختلف، مش موجود. ممكن يكون مثلا حاجه خياليه بس هتظهر في مشاهد قليله، ولكن محتاج ان انت تبنيها. نحدد كل ده وبنعمل معاينات، وعلى اساسها في الاخر بنحدد طبيعه الحاجات، المناظر اللي هنبنيها والمناظر اللي مش هنبنيها طبقا للابعاد اللي احنا قلنا عليها. في نقطه برضو تانية مهمه قوي احنا بنشتغل عليها، ان احنا طبعا هدفنا ان احنا نكون قادرين نوصل رساله موجزه في وقت قليل، وخصوصا لما يكون فيلم عن المسلسل الدرامي. يعني المسلسل الدرامي ممكن يكون 30 حلقه، ممكن تقدر تحكي فيه حاجات اكتر. وطبعا بيفيدنا قوي لما يكون السيناريست قوي قوي، سواء هو كان كاتب روايه او هو سيناريست من بابه، زي استاذ نجيب محفوظ في الروايه، واستاذ وحيد حامد، واستاذ اسامه انور عكاشه. بيسهل لك قوي في التفاصيل اللي بيحكيها ويوصفها لك داخل السكريبت، اللي بتساعدنا ان احنا نقدر نجمع معلومات كويسه عن الشخصيات، ونقدر نعبر عنها من خلال المكان، ومن خلال الالوان، ومن خلال الفرش، ومن خلال اللبس، ومن خلال ايضاح المكان والزمان. واعتقد ان ده اللي بيخلي الرساله توصل للمشاهد بشكل سلس. يعني بشكرك جدا على وقتك. الله يكرمك.